اسمي سكينة نوري الأيوب وأنا أم شهيد. أنا كنت بحلب بالشيخ مقصود، نحن من طرف عفرين. كنت هنيك وكان في هالحركة هاي، أنا ما كنت بعرف يعني. وصار هالحرب على سوريا وهربنا، جينا لهون على منطقة الجزيرة. جيت على منطقة الجزيرة يعني حتى قبل ما أجي لهون ابني استشهد، كان مع الهفال، بس ما كنت بعرف ليش انضموا وليش هالحركة، ما كنا نعرف شيء يعني. كنا دايما هيك مخنوقين، ما نحسن. حتى كنت بتذكر انه ما يصير حدا يحكي بالكردي، مع انه نحن اكراد يقولوا ما يصير تحكوا بالكردي، لانه ما يصير انهم يمنعوا حدا يحكي بالكردي. جيت على هالمنطقة، انضميت للمركز وللحركة. صرت اشوف صور القائد، اسال ايش في، شلون هون هيك، شو والكراد والحركة وعم يشتغلوا شغل الحركة الهفالات يعني. ضليت اسال وانضميت معهم بالمركز. اخر شيء يعني حكوا انه الكراد لهم تاريخ، وتاريخ يعني من اول التاريخ لحد الان في اكراد. وبعدين حكوا لي انه في قائد للكراد. يعني عن جد انا بحكي بصراحه، انا لما حكوا لي هيك انصدمت. معقوله نحن اكراد وفي عنا قائد وتاريخ من اول ما خلق الكون في كرد لحد الان ما نعرف؟ عن جد انصدمت، مو معقوله. قال لا في. ضليت فتره طويله يعني اشهر وعده سنوات، تاكدت وشفت افلام كثير عن التاريخ الكرد وعن القائد وهالحركه شلون صارت وبلشت ومن مين وشلون وبأي مكان وزمان، كله يعني بحثت بالموضوع كثير، دققت وعرفت. وصلت لأنه التاريخ الكرد من أول ولحد الآن في قتل وفي اغتيالات للكرد. ومن أول التاريخ الرؤساء السوريين كانوا كلهم رؤساء كرد. قلت يا الله دخيلك، نحن وين كنا عايشين؟ كأنه بقوقعة كنا. بعدين صرت أسأل مشان القائد شلون هيك وشلون سوى هالحركة. يعني كثير هيك صار في عندي حماس، بدي أعرف. يعني أنا عندي هيك بحب الوطنية، بحب شلون بدي أقول لك، بحب إنه قوميتي الكردية. لما عرفت القائد عمل هالحركة وهالرفاق انضموا معه كاجتماعات وكله كان سري، ووصلت لمرحلة انه وين القائد؟ شلون هيك صار؟ قالوا لي رح تشوفي، عملوا عليه مؤامرة. قلت بدي اشوف له. قالوا لي في انه في له فيلم. قلت بدي اشوف هالفيلم. عن جد صرت اروح كثير دورات، حضرت دورات كثير بروردة وهيك. مرة حطوا لي فيلم عن القائد، شلون مسكوه، شلون عملوا هالمؤامرة ضده، وهالشهداء اللي راحوا كرمال، مو بس كرمال الكرد، كرمال كل الشعوب، كرمال كل المكونات. يعني صار في عندي شوق، يعني تشوقت كثير وأصريت إنه أعرف، أتعمق كثير بهالحركة، أعرف كل شيء. وصلت لمرحلة إنه شلون هيك عنا قائد وما كنا نعرف. ولما شفت الفيلم صارت هالمؤامرة عليه، شلون من أول ما بلشوا المؤامرة عليه واتفقوا كلهم إنه يتخلصوا منه. لما شفت الفيلم والله العظيم كثير تأثرت. يعني عن جد صرت أبكي، إنه يعني شيء انه ما يوصف.
افكر فيه انه شلون هيك مسك وعمل كل هاد. بزمان كان ما حدا يحسن يحكي كردي، وهلا صار بهالوقت هالزمان هذا بهالتاريخ هذا انه صار الكل يعرف الكرد مين هن وايش عملوا وايش ساووا، لحتى كل الدول تعترف انه نحن موجودين كرد. وهالمؤامره هي كل الدول تحالفت على القائد. يعني كل البشريه، كل البشر، كل المكون، الذنب ذنبنا نحن اكراد، الذنب العرب هن عرب، الذنب المسيحي هن مسيحي. يعني الذنب الشعوب كله انه كالله هيك خلق الكون كله. يعني ليش الا هو بالذات عملوا هالمؤامره ضده؟ يعني لوين راح يوصلوا هالمؤامره هي؟ لوين لا توصل؟ ايش استفادوا من هالمؤامره؟ ما هلا بهالوقت هاد عرفوا انه الاكراد هن المسالمين، هن اللي عندهم الانسانيه، عندهم كرامه، عندهم اراده، دافعوا وكافحوا وعطوا دمهم وارواحهم كرمال بس انه الكرد يكونوا موجودين، يعترفوا بالاكراد انه نحن كمان بشر، ما لنا مثل يعني في هلا الاعداء عم يذبحوا، عم يخطفوا، عم يغتالوا، بس يعني القائد عطى فكره للعالم ولكل الشعوب انه نحن بشر. عطى فكره لكل الشعوب، مو بس للاكراد، كل الدول وكل الشعوب والمكونات يعرفوا انه فكر القائد عم يعطي فكر حقوق الانسان، حقوق المراه، عطى حقوق البشريه، حتى على الطبيعه، حتى على البيئه، حتى على الحيوانات. كله هذا فلسفه القائد، فكر القائد. يعني صار انه هيك نسخ بمخنا وراسنا انه خلص، يعني عن جد انه القائد عطى سوى معجزه. يعني انا احيانا بفكر وحتى بتميز، بطلع على صورته، لما بطلع على الصوره تبعه بشوف العالم كله بعيونه، وفكره انه شلون عمل هالمعجزه كلها مشان حقوق الانسان والمراه والطبيعه وكل البشر، انه كل واحد يعطيه حقه. اعطى حقوق كل البشر من جميعه، مكون ولا بيئه ولا طبيعه وكل شيء كل شيء. يعني واحد يحكي بضميره انه فعلا هذا انسان عمل معجزه. يعني قديش ما واحد يحكي عن القائد مو كثير. ونحن هلا لازم بكل المكونات لازم نحن كمان نبادر بحريه القائد، وبدنا عن جد يعني مثل ما هو يعطانا وضحى كثير مشاننا، لازم نحن كمان نبادر ونضحي كرمال القائد. نحب يكون عايش معنا، دائما نكون مع بعض. المكون يعني هلا صار دم الهدف والدم الشهداء كله صار واحد، من جميع المكون، ان كان مسيحي ولا عربي ولا كردي، صار كله دمنا واحد. الكل تعزز لهالشيء، لهالفكر القائد وفلسفته العظيمه. يعني فلسفه تبعه عن جد شيء يعني بعيد عن الخيال. يعني انا كنفسي، انا شخصي بشيل الكتب تبعه بقرا، يعني شيء انا بحس انسان مو عادي، مو طبيعي، ملاك. انا احسه ملاك ونزل من السماء. يعني قديش ما واحد يحكي عن القائد وعن الشهداء ابدا ما نعطيهم حقوقهم، لساتنا مقصرين. وهالاهداف اللي عملوها عن القائد وشلون كلها خططوا وعملوا هذا الشيء، يعني انه وصلوا لمرحله شافوا انه القائد هو فعلا قائد بكل معنى الكلمه، فعلا قائد. قديش شفت في قيادات كثير وجميع الدول، جميع الشعوب
بس مثل القائد عبد الله أوجلان ما شفت. عن جد إنسان كتير كتير مميز وسوى كتير معجزة كبيرة. يعني الكل اندمج له، الكل اندمج بفكره، اندمج لفلسفته. يعني قائد عظيم وشجاع وعطى كل شيء عنده. وبتمنى وبإذن الله العدو انكسر، ما ضل عدو، لأنه القائد فعلا فكره كان هو يعني للبشر، حقوق البشر كلها صارت تحس انه فعلا البشر اعطانا، القائد اعطانا حقوقنا، عرف كل مكون انه فعلا نحن لنا حقوق، نحن بشر. يعني صاروا عندهم حريه. يعني بالقبل تاريخ الماضي الزمان القديم كان المراه دائما يعني تعصب الجنسوي والى اخره ضد المراه، عنف ضد المراه. بس هلا لما ظهر القائد وعطى حقوق المراه وقال انا شفت المراه شلون تحت التعذيب والضغط وهيك يعني والى اخره، قال انا بدي ادافع واعطي حقوق المراه واعطيها اراده وقوه وشجاعه لكل الدول اللي بيعرفوا القائد هو بسجن إمرالي. بتمنى كل الدول تتحالف حرية جسد القائد لحتى كل الدول تعيش بسلام، لحتى سوريا تكون بخير وما يضل في قتل وما يضل في تمييز بين كل المكونات. كهلا الساحل، المجازر، السويدة والأكراد والعرب يعني عم بيعملوا مجازر يعني الله بذاته ما يتقبلها. بتمنى حرية القائد ونحن عنا إرادة ومستمرين على الإرادة ومستمرين بالمقاومة وما رح نضعف. يعني في قديش الأعداء عندهم أسلحتهم ما بتساوي شيء مقابل فكرنا وإرادتنا ومقاومتنا.